بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين من عند الفراخ البيضاء بتاعتنا النهارده اليوم ال 23. طبعا جايين بالوصفات والخلطات والحاجات اللي بتخلي اللحم بتاعنا يعني حته عسل كده مسكره كده زي السكر. فطبعا احنا الفراخ البيضاء بنربيها على البدايل بس بعد ال20 يوم. انا ممكن قبل ال20 يوم يعني اديها حاجات بسيطه جدا، يعني انا اديها حاجات من كل البدايل بسيطه جدا، ان انا اعود بطن الفرخ على الحاجه الجديده، ان هي الفرخ ما يجيش انا استنى لما يكبر واجي اديله الحاجه البدايل دي ما ياكلهاش، لا انا لازم اعوده عليها. طبعا احنا هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، بس ما تنسيش حبيبتي الغاليه تدعميني باللايك بتاعك عشان طبعا القناه تكبر بيكم ان شاء الله، وان انا استمر معاكم واقدم لكم الجديد. النهارده طبعا احنا عاملين حبه حاجات كده بساط وحاجات جديده. طبعا احنا جايين طبعا نصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام ونخش على الخلطه يا جماعه اهي. انا طبعا حاطه بتاع عشان طبعا مشكله الاسهالات والصيف وكده. حاطه لهم زعتر، حاطه لهم شيح، حاطه لهم حلبه رفع الوزن، وبرده الحلبه منشطه للكبد ومطهره الامعاء، وحاطه حبه البركه ده رافع مناعه. والخلطه بقى الاساسيه معايا هنا اللي انا بستعملها طبعا، بس بستعملها بالليل في الصيف بستعملها بالليل عشان طبعا الحر بالنهار، والشتاء برضو ممكن تستعمليها ليل ونهار، وممكن تستعمليها بالليل برضو عشان بالليل بتخلي الفرخ ما يبقاش عنده برد، وبيبقى عنده بيسخن الجسم بتاعه. هنا طبعا الخلطه عباره عن توم وبصل وليمون، وهنا بشر برتقال عشان طبعا فيتامين سي. طبعا احنا مش هنتسكفى بكده، احنا بنقول احنا بنحط بدايل. هنا دول حبه رز، فطبعا انا مش هحطهم كلهم، هاخد حبه منهم كده. الرز ده يا جماعه فايض من عندنا من البيت، رز بشعريه اهو ده فايض طبعا مننا، فطبعا مش هتحط كله، ده في طبق هنحط نص على العلف ده. وهنحط هنا، هو العلف ده بتاع نص كيلو، هنحط هنا برده بتاع ربع كيلو عيش ناشف اهو مدشوش ناعم. هنحط طبعا على الخلطه كله زي ما انتم شايفين كده، وحاطين طبعا معلقه خميره عشان رفع الوزن. طبعا انتوا زي الناس اللي هي كانت متابعانا عارفه ان الفراخ دي كانت جالها دور برد، لان كانت الميه ثابت عليهم، وهم كنت انا حطاهم في داخله المطبخ، فطبعا جالهم دور برد. هم اصلا كان عندهم، انا وانا جايباهم حاسه ان هم عندهم الموبوكلازما، كانوا بيتنفسوا بالعافيه. فيعني برضو قله الضمير ان الفرخ بيبقى الام تعبانه وهم يدوك الفرخ تعبان، فانت بقى تعاني معاه. فالحمد لله يعني انا عانيت معاه شويه، والحمد لله انه وصل لغايه كده. انا كده بحاول معاه، بس الحمد لله يعني التحويل بتاعهم ماشي معايا تمام. طالما التحويل ماشي معايا تمام، لان طبعا ما سكتش عليهم. كانوا لسه في الايام الاولانيه لما كانوا تعبوا الاول، لما الميه ثابت عليهم، واديت لهم كانوا سهلوا، فاديت لهم العلاج بتاع الاسهال. فبس بعد كده بقى بعد كام يوم كده ابتدوا بقى الخشوله في صدرهم. فانا طبعا حاولت طبعا ان ادي اعشاب، فطبعا ما ينفعش طبعا اديت لهم يوم بس. لاحظت ان الاعشاب طبعا يا جماعه احنا بنديها، قلنا كتحصينات، يعني ما حدش يقول ان الاعشاب بتعالج، لا هي في اللي بتعالج ممكن لو الحراره بسيطه، يعني لو خنفره بسيطه كنت بعالج بالاعشاب وبدي اعشاب. لو طول عمري بعالج بالاعشاب، انا الدوره دي يعني الحمد لله يعني خدت معايا ضربات كتير، بس الحمد لله احنا نطلع منها ما فيهاش خسائر ان شاء الله، ونطلع بيها باوزان جميله. زي ما شايفين الخلطه اهي، احنا عملنا الخلطه اهي قدامكم اهي. طبعا دي العلف، طبعا ما بنستغناش عن علف قلنا، بس احنا طبعا العلف بنقلل منه، لان طبعا انتوا عارفين العلف بيبقى فيه فول صويا وفيه يعني حاجات يعني. وفي كان مره انا جبته وكانت فيه اللي هي زمان بقى ما كنا بنجيب من الوحده البطاريه، كانوا بيكتبوا بقى ورقه كده في مسحوق عظم وفي مسحوق لحم سمك وفي حاجات كتير يعني. فاحنا لما الحاجات الطبيعيه دي احنا تبقى احسن يعني، بس احنا بندي نسبه علف، لان الكل بيقول الفراخ البيضاء ما بتكبرش الا بالعلف. فالواحد عشان طبعا
احنا غامرنا واكلنا بدايل، بس البدايل جايبه نتيجه. الواحد بقى عايز يغامر بقى ويدي ايه من غير علف خالص، بس طبعا دي الواحد دي ما جربهاش بالنسبه للفراخ البيضاء، لكن بالنسبه للفراخ البلدي احنا جربنا، بس كنا بندي هنحط لهم في العلافات طبعا عشان هم هيتجننوا. طبعا احنا ايه هنحط لهم في العلافات عشان هم مش صابرين. انتوا شايفين كده طبعا ايه بنعمل حاجات على القد عشان طبعا ما تقعدش معانا يجرى لها حاجه في الحر ده. حطي لهم حاجات على قد الفرخ ما هياكل معاكي، عشان طبعا ايه ما احنا كنا والله يعني كنا بندي ما كناش بندي علف، احنا كنا بربي الفراخ البلدي. كانت والدتي الله يرحمها كنا بنجيب الدشيشه الناعمه او الذره، كنا بندي على البيض. البيض يا جماعه جميل جدا، كنا طبعا ده رفع البروتين بتاعنا، ان احنا نرفع العلف بالبروتين. وكنا بقى الفراخ البياض اللي بتبيض بقى عندنا كنا بنعمل لها ايه بقى، بنديها احنا كنا نروح بقى نعمل تشكيله الفراخ لما تكبر وتبيض، كانت وهي صغيره نحط لها الدشيشه ونحط لها الدشيشه الناعمه قوي، او كنا ندخلها بالمنخل السلكي زمان ننزل الناعم او بمصفى، وكنا ناخد اللي هو طالع من الناعم نعمل عليه البيضايه. ممكن بقى نقعد الفراخ البيضه دي 15 يوم، البلد دي 15 يوم. وبعد كده بقى كنا نجيب الذره، في ذره اللي هي اسمها الصيفي دي، اللي هي العويجه، اسمها عويجه وفي ناس بيقولوا عليها صيفي، اللي هي بتاعت الحمام دي، فكنا نحطها لهم. وكانت الفراخ بقى الكبيره كنا نجيب لها الذره اللي هي الشامي، الذره اللي هي بتاع دي الذره. وكنا بندي لهم بقى ايه قمح، وكنا بندي لهم الثلاث انواع بتوع القمح والذره الصيفي والذره اللهم صل على النبي، ذره وعيش قمح، ذره والقمح. وكنا بنديهم الذره اللي هي بتاعت الحمام. فكنا دي الفراخ البياض، وكنا بناخد احلى بيض، وكنا بناخد احلى انتاج للفراخ، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني كانت حاجات جميله، يعني كانت زمان كناش بنستعمل الحاجات دي العلف، يعني هي الحاجات دي اللي احنا كنا بنستعملها لطيورنا كلها. فاحنا طبعا اتعودنا على اكل زمان وحاجه زمان، احنا طبعا ايه عايزين الاكل ده بتاع زمان، فاحنا بنحاول ان الفراخ البيضاء بنعمل بقى ايه زي تجربات عليها، وبنحاول نعودها على الاكلات بتاع زمان. بس طبعا مش بنمنع العلف بصراحه، يعني انا ما منعتش العلف عنهم، انا ممكن بعد اوقات بقى كنت لما يكبروا في السن قوي ممكن بقى اعمل لهم دشيشه على عيش على حاجات كده واديها لهم، بيكونوا بقى خلاص وزنهم بقى حلو. تبصي بقى تلاقيهم ايه يحلو بقى، وتيجي تاكل الحاجه بتاعه دي تلاقيها زي العسل معاك. فاحنا طبعا متعودين على طعم زمان، لكن ان احنا ربينا حاجه من زمان كنا على العلف، لا ما كانش فيه العلف وما كانش موجود علف، وكان قليل قوي اللي يجيب العلف. وكنا بقى العيش والرده دي برضو اساسي، العيش حلو، والرده كانت ما بتخليش الفراخ تسد، كانت العيش وتفركيه بقى، تعصري تبلي العيش وتعصريه جامد من الميه، خلوش يبوش قوي، وتروحي لفاه بالرده مع البرسيم مع بقى كرات مع الخضره بقى. بسم الله ما شاء الله كانت الفراخ بسم الله ما شاء الله على البيض اللي كانت بتبيضه الفراخ البلدي، الله اكبر. خلينا بقى ايه في الفراخ البيضه. الفراخ البيضه يا جماعه انا دلوقتي عايزاها تبقى زي البلدي، وفعلا احنا بنوصل للفراخ البيضه باللي احنا بنعمله ده، بتوصل زي البلدي، طعمها بيبقى زي البلدي، وحجمها حجم الابيض. احنا بسم الله ما شاء الله، يعني احنا الدوره اللي قبل دي الناس اللي تابعتنا وعارفه احنا شغلنا عامل ازاي. وعلى فكره انا باكل بطاطس، انا طول النهار النهارده العلف محطوط، هم مش لهم نفسي ياكلوه لان العلف حامي، فانا بقيت ابشر لهم بطاطس، ما انا بسويها لان عندي طبعا فراخ بلدي، عندي كام فرخه يعني من اللي فضلوا من الشوطه اللي جات لهم، وعندي طبعا ايه كام بطايه صغيرين يعني طالعين من الرقبه. فبصراحه انا بستعمل البطاطس على طول ليهم، البطاطس مع نسبه علف مع عيش مع خضره، باخد احلى وزن، احلى وزن واحلى طعم. وطبعا ايه زي ما انتم شايفين كده الفراخ البيضاء باكلها اي حاجه، يعني انا ممكن انا اكلها اي حاجه الفراخ البيضاء، مش شرط العلف بس. فاحنا كده احنا من البدايل دي بناخد معانا حاجه زي العسل، وحاجه جميله جدا، وحاجه ايه
من الاخر يعني. وزي ما انتم عارفين طبعا احنا العلاج قلنا ما بيتاخدش الا 4 ايام، 4 ايام، عشان طبعا ايه الكلى ما يتعبش. ادينا لهم 4 ايام ورجعنا فصلنا 4 ايام ادينا اعشاب. وبعد كده ايه بعد ال4 ايام رجعنا ايه جبنا تايلوزين تاني، بس ده تايلوزين ودوكسي، عشان طبعا ان احنا الفرخ يحول معانا، فاحنا لازم نحافظ عليه، ما نتكلش ان احنا ندي اعشاب. الاعشاب طبعا ايه ما بتجيبش يعني من الاخر زي العلاج. احنا بندي الاعشاب كتحصينات عشان طبعا ايه ما نخليش الفرخ يجيله برد. لكن طالما جاله البرد واديتي يوم، انا اديت يوم واحد ولقيتهم طبعا التحويل بتاعهم الاكل بتاعهم قل، فطبعا خلاص كده نزلت بالتايلوزين، تايلوزين مع موسع شعر. وبعد كده 4 ايام خلاص لسه التعب، فحتى لو كده مش لازم ان انا اكمل عشان الكلى ما تتعبش. اديت لهم الحاجات اللي هي الاعشاب اللي بتتغلي زي القرنفل، زي ورق النعناع، زي الريحان. وبعد كده انا ايه خدت 4 ايام، وبعد كده ايه نزلت لهم بقى جرعه التايلوزين مع دوكسي. فبسم الله ما شاء الله يعني ابتدوا يحولوا معانا، وابتدوا يعني يتعدلوا عن الاول ويظبطوا معانا. احنا الحمد لله يعني بنحاول مع الفرخ الابيض ان احنا ما نوصلش فيه بخسائر وما نغامرش وما نستناش ان احنا الفرخ يتعب مننا يبقى تعبان ونحاول بالاعشاب ومستمرين بالاعشاب. لا يا جماعه، الاعشاب عشان نصيحه يعني، طالما احنا التعب جه وحاولنا بان احنا ندي الفرخ اعشاب يوم او يعني نص يوم وما لقيتيش استجابه من الفرخ وتعبان، لا خلاص انت كده تجيبي الاعشاب عشان تجيبي العلاج، عشان كده تنهي على المرض، عشان طبعا ما يعملهمش على التهاب رئوي وبعد كده تخشي في مشكله، الفرخ بيتدمر منك وهيضيع منك. فانت كده ايه لازم ان انت ايه تنزلي العلاج عشان تضمني ان انت الفرخ يبقى معاكي تمام. احنا الحمد لله النهارده الاوزان بتاعتنا يعني لحد ما حلوه الحمد لله. الناس هتتابعنا طبعا وهتشوف. طبعا احنا ايه ما بنحاولش ان احنا ايه تغامري بالفراخ، بس البدايل والحاجات دي احنا بنجربناها والحمد لله يعني ماشيه معانا الحمد لله، وربنا يتمها على خير. اقول لكم يا رب يكون فيديونا اللي عجبكم، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو، واقول لكم حبايبي الغاليين اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.